فيديو النهارده بسيط قوي مفهوش اي اختراع. جه في بالي قلت اما اقول لكم عليه. كلنا عارفين ان النظافه الشخصيه شيء طبيعي صيف شتاء، فانا جاي اقول لك على بعض الحاجات كده اساسيه لازم تبقى عندك. الموضوع مش ان انا اخد دش في دقيقتين 3 وخلاص على كده، الموضوع فيه تفاصيل اكتر من كده وهنتكلم عليها بعدين. اهلا بكم يا جماعه في فيديو جديد. معاكم فادي لايف ستايل، وانا معاك في اي حاجه عشان نظبطها مع بعض في شكلك، في ستايل لبسك، في عاداتك اليوميه عامه. النهارده اقول لك على حاجات بسيطه كده لازم تستخدمها وتبقى عندك. وهنيجي لاول حاجه الشامبو، وده من الاساسيات اللي لازم يبقى عندنا. وواحد ممكن يطلع يقول لي طب ما كلنا عندنا شامبو، ايه الجديد اللي انت قلته؟ هقول له اكيد انا ما قلتش جديد، لكن في ناس لحد النهارده ما بتستخدمش شامبو وبتستخدم صابون الوش العادي، ودي حاجه اصلا مؤذيه جدا للوش وللشعر كمان. وبالنسبه للشامبو لازم تختار نوع نضيف شويه، ومش شرط يبقى غالي قوي، في حاجات رخيصه شويه وبتدي نفس الاداء. ويا ريت نستخدم الشامبو يوم او يومين بس في الاسبوع عشان ما يأذيش شعرنا. وتاني حاجه الشاور جيل، وطبعا ده من اساسيات الحموم، من غيره ولا اكني عملت حاجه. وطبعا لما نقول شاور جيل يبقى لازم يبقى فيه ليفه، وبيبقى فيه انواع كتير قوي منها. في منها الليفه الكف، حاجه كده صغيره ورايقه، وفي الليفه دي بس دي انا مش بستحبها، بحس ان هي ما بتعملش اي حاجه اصلا. وفي طبعا الليفه المغربيه دي لو انت عايز تروق على نفسك. واخر حاجه بقى الليفه العاديه اللي احنا كلنا عارفينها. اقول لك على حاجه اختار اللي انت عايزه. وتالت حاجه بقى الفرشه والمعجون السنان، عشان الهبو اللي بيطلع من بقك فانت لازم يبقى عندك معجون سنان وفرشه. وفي فرش بيبقى من ورا خشنه شويه او بزابيز يعني، ودي بتبقى لتنظيف لسانك. هات حاجه نظيفه عشان تظبط معاك الدنيا اكتر، ويا ريت ما تسترخصش في الفرشه بالذات. وطبعا هقول لك تغسل بيها مره الصبح ومره بالليل. ورابع حاجه الفوطه، حاول على قد ما تقدر تخلي فوطه لجسمك وفوطه لوشك. طبيعي جدا ما ينفعش ننشف جسمنا والمناطق المكتومه اللي ما بيدخلهاش هوا نطلع الجراثيم على وشنا. جراثيم وبكتيريا بتجيبها من تحت وتحطها فوق كده، حرفيا بتزعل وشك. هنيجي لاخر حاجه بقى، وانت نازل من البيت رايح شغلك او رايح مشوار او ايا كان، اولا كده لازم يبقى معاك شنطه يد او شنطه كروس. مبدئيا الشنطه دي بتحللي مشاكل كتير قوي، مبدئيا كده انا برمي فيها كل حاجتي وانا نازل. زائد بقى حاجات برضو للنظافه لازم تبقى معاك، زي الوايبس. الوايبس ده لازم يبقى معاك. بتاكل بقى عايز تمسح بقك وايبس، حاجه وقعت على هدومك وايبس، حد رخم داسلك على الكوتشي وايبس، فانت هتستخدمه 100%. وحاجه تانية اللبان، لازم بعد كل اكله لازم تاكل لبان، نعنش على بقك. وكمان عشان الناس اللي بتتعامل معاهم ما يهربوش منك من الهبو اللي بيطلع من بقك، فهينفعك برضه وانت بره. واخر حاجه عشان ما تزهقوش مني البرفيوم، ازازه صغيره تتحط في شنطتك وروق على نفسك. وده اللي عندي اقوله لك النهارده. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان مفتكش الجديد. وزي ما قلنا قبل كده مش عايزك تسيب حاجه للصدفه، دايما جاهز ومستعد لاي موقف، دايما سابق اللي حواليك بخطوه. هشوفكم الفيديو الجاي.